هنا بس مشغول النهارده. يعني ايه؟ يعني فرصة تانية بقى. فرصة تانية ايه؟ ده انا جايه له من اخر الدنيا ولازم اقابله النهارده ضروري. انا مالي، خشي. يا فندم، هو عبد المغفل ما قالكيش مش عايزين النهارده ولا عايز يسترزق وبس؟ جرى ايه يا ست انت؟ وانا جاي اشحت منكم ولا جاي اغسل لكم الغسيل؟ لا العفو، انت ارفع من ذلك. يو يا ست من فضلك هو ايه في ايه الدوشه دي؟ زينب، يعني انت مظبوط. زينب خش يا مسيد. امرك يا بيه. تعالي يا زينب تعالي. كلهم ما كانوش مصدقين ان اللي شافوه في التلفزيون هو انت يا شعبان، لكن قلب المؤمن دليل. انا كنت متاكده ان اللي شفته بعناية في التلفزيون هو انت. ايوه انا يا زينب. وايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ كنا فين وبقينا فين؟ اصل انا ما قلتلكيش ايه الحكايه. انت ما قلتليش غير على حاجه واحده بس، انك نازل مصر تدور على شغل. ايوه ما انا هقول لك. تعالي بس تعالي انا هقول لك. تعالي يا زينب تعالي اقعدي هنا. لقيت شغل يا شعبان؟ ايه؟ طبعا. امال ايه؟ لقيت شغلة ايه العظيمه اللي انت لقيتها دي؟ شغلة ايه اللي تخليك تعيش في القبهه دي ما بين يوم وليله؟ اوعى تقول لي انك لقيت خاتم سليمان ولا ورثت خالك اللي مات في اسطنبول. اصل عصر الحواديت ده انتهى. حواديت ايه يا زينب وخيال ايه؟ ده انا اللي حصل لي اقرب من الخيال. اني جالي عبد على العموم مش وقته، وانا هبقول لك بعدين يا زينب. تقول لي ايه؟ تقول لي ايه وتعد لي ايه؟ انت يا فندم بكل اسف سرقت لك سرقه. عيب يا زينب، وانا كنت حرام ولا كنت حرام؟ خلاص بلاش، تبقى اختلست لك اختلاسه. اختلس من مين؟ من الاصلاح الزراعي؟ اختلس منه ايه؟ شويه برسيم؟ ده انا بصرفه في الجمعه قد ميزانيه الاصلاح الزراعي ب3 اشهر. طب فهمني لما انت ما انتش مختلس ولما انت ما انتش سارق لك سرقه ولما انت بتكسب بالحلال قوي كده. ايه العيشه المفنجره اللي انت عايشها دي؟ ها؟ لما انت عايش بالحلال ما جتليش البلد ليه يا شعبان؟ 100 سؤال يا شعبان مش لاقيه لهم جواب. ما انا كنت جاي لك، بس ما انا هقول لك. اصل انا كنت هاجي لك، بس اللي حصل بقى ان ربنا فتح علي وان ما تيجي بقى يا حبوبي. فربنا فتح علي، ربنا فتح علي قوي قوي قوي، ربنا فتح علي قوي، وانا كنت جاي لك بس اللي حشني. مش في صوت جاي من جوه؟ ما في صوت بس ما انا هقول لك الصوت ده جاي من ايه. الصوت ده جاي يا زينب لان انت عارفه القاهره مزدحمه بالسكان، والفيلل في مصر كل فيله جنب الفيله الثانيه، فتلاقي الفيلل ملزقه ببعض وبالتالي الاصوات تتداخل في بعض، فتبقى قاعده كده تلاقي الصوت جاي لك وانت قاعد. فالصوت بقى انت عارف احنا كام؟ انت عارف يا زينب احنا 43 مليون. 43 مليون نسمه، يعني 412 طفل في الدقيقه، 6112 طفل في الساعه، 72,000 طفل بيتولدوا في اليوم. فتقومي تقولي لي فانا كنت جاي لك، انما اللي حشني حقيقي يعني. اللي حشني يا زينب انني كنت يعني واخد بال حضرتك. يلا يا حلو تعالى بقى. الكثافه السكانيه يا زينب بتخلي الناس تهج، يعني شوفي بتقول لك يلا يا حلو تعالى بقى، لان الزحمه تخلي الناس تقول يلا يا حلو تعالى بقى من كتر الزحمه. يعني هو دلوقتي يعني مش الصوت ده جاي من جوه؟ لا ده جاي من الزحمه، جاي من يلا يا حلو تعالى بقى، لان الناس بتبقى هجه ببعض وزحمه ببعض فتقول يلا يا حلو تعالى. 412 مليون طفل في الدقيقه يا زينب. انا كنت جاي لك يا زينب، انما اللي حشني حقيقي يعني. يرحمني من جوه تعالى بقى.
يا روح قلبي من جوه، ما بقول لك يا روح قلبي من جوه، لان الكثافه السكانيه من جوه منين بقى؟ لان الناس زحمه، ففي ناس قاعده في حتت جوه قوي، فهم الناس عايزين يهجوا من الاكلان اللي هم فيه، امك يقول لك يلا يا حلو تعالى بقى. 412 طفل في الدقيقه يا زين. الاكلان يخلي الواحد يقول يلا من جوه كده. يلا من جوه تعالى بقى. شعبان. نعم. ايه السر اللي انت مخبيه عليا يا شعبان؟ انت عايش عيشه غريبه قوي يا اخي. اهدى، ده انت عايش عيشه زي اللي بيقولوا عليها ليلاء حمرا. حمرة ايه وخضرة ايه يا زينة؟ ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده؟ عيب، انا مش بتاع الحاجات دي، وانا لا اسمح مطلقا. ايه الحكايه؟ ايه التاخير ده كله؟ دي اصلها يعني اصل العيال لما بيتولدوا بيفوروا على طول، فتلاقي جسمها فاير مع ان هي مولوده دلوقتي، يعني مولوده في ساعتها، فدي كثافه سكانيه يعني. فيا زينب انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش عايزك تسيء الظن بيا مطلقا. لان ايه الحكايه؟ مش عايز تيجي ولا ايه؟ دي لسه موجوده دلوقتي اهو، لان حتى تلاقيها لابسه البافيتا بتاعتها هي بتبقى بيضه، فالعيال بس هم بقى جسمهم فاهم كثافه السكر. 412,000 تنامش يا شعبان مليون عيل. انت في حياتك. زينب ما انا ده كل دي كثافه سكانيه يا زينب. بس سيبها تمشي وتيجي بقى، دي القعده من غيرك ملهاش طعم. شوف، مش هما بيقولوا ان احنا 40 مليون؟ لا، احنا كلنا 20 مليون، ودي ال 20 مليون التانيين، فكثافه سكانيه يعني. شعبان، البني ادم اللي كنت اعرفه خلاص انتهى. خليك انت في عيشتك الفارغه وبقابلني، وخدها مني كلمه حكمه، من فات قديم وتاه يا شعبان. زينب انا هقول لك، اصل كل دي كثافه سكانيه يا زينب. ايه ده يا بنت؟ مش هناكل. اكل ايه؟ عندك على الحفل قوي؟ امشي يا كل امشي من قدام. يلا بنت وهي امشي من هنا، كتلطف نافوخي، امك على الاكل قوي. ايوه بس ده خطوره عشان ولا خطوره ولا حاجه. انا داخل باسم تاني غير اسمي. المهم هعمل ايه دلوقتي؟ تروح لاهلك وقرايبك يدلوك ازاي ده حصل ويشوفوا لك طريقه. اهلي وقرايبي كلهم عارفين يا يسري اني مت. ما اكيدش ان اي حد تاني غيرك يعرف اني حي وموجود هنا. عندك حق يا فريد.
المهم اللي طالبه منك انك تدلني على اللي استولى على ثروتي. خلاص هديت. لازم تبقى حياتي معنا يا عبد الجواد. عايز اعمل مشروع مفيد يفيد الناس وانا كمان استفيد. عين العقل، برافو عليك، خدتها من على لساني. انا لسه كنت هقول لك طب ما احنا لسه فيها اهو. المشاريع على قفا من يشيل. طب قول لي اعمل ايه؟ ايه رايك نعبي ميه في ازايز ونحط عليها ركزه وشويه اعلانات في التلفزيون، شويه بنات حلوين يطلعوا يقولوا هذه المياه المعدنيه من شيلي، المياه الصحيه التي تنعشك وتقويك وتحافظ على الروابط الاسريه. ميه ايه يا راجل انت اللي هتحافظ على الروابط الاسريه؟ طب ما تيجي بقى نبيع بالمره الهوا في اكياس نايلون عشان يحافظ على الروابط الاخويه. يا عبد الجواد يا عبد الجواد انا عايز مشروع عليه القيمه. يا فريد بيه، الناس بتلعب بالبيضة والحجر وبتكسب ملايين. يعني عندك اللي انتهز فرصة أزمة الفلفل الأسود، عارف عمل إيه؟ وانا مش عرفني؟ وانا كان ابويا عطار؟ تراب الفرن طحنه بشوية شطة وعبي يا جدع في أكياس الفلفل الأسود وبيع. عمل في سنتين 2 مليون جنيه من تراب الفرن. واحد تاني قعد يأكلنا بولوبيف مستورد اللي بيوكلوه في بلاد بره للكلاب، واحنا ما صدقنا نزلنا عليه حتتك بتتك. حتتك بتتك على اكل الكلاب. ترى العالم ماشيه سعرانه في الشوارع. على بال ما اكتشفوا الحكاية ووقفوا الاستيراد كان اخينا عمل له 3 مليون جنيه. ولا الشاي ابو نشارة، ولا السودان المحروق اللي كان بيتباع على انه بن. يا عبد الجواد يا عبد الجواد دول الناس ما عندهمش ضمير. بقول لك عايز مشروع محترم تقول لي كلاب وتراب الفرن. خلاص اللي تشوفه افكر لك. طب اسمع يا عبد الجواد، نعم. ما تيجي نعمل عمارات سكنيه والناس تسكن وتفرج ازمه المساكن. اذا خدت خلو هتروح في داهيه، واذا ما خدتش مش هتغطي التكاليف. وانت دايما تعادة في وشي. طب اسمع، ما تيجي نعمل مشروع سياحي. السياحي حلوه برضه. برافو، اهو ده المشروع ولا بلاش. انا هدور لك على مكان سياحي ينفع لوكاندا. اهي دي الافكار النيره مش كده؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك مستني تاكسي هنا؟ حضرتك مين؟ انت تعرفني كويس قوي ومع ذلك ما تعرفنيش. حلوة، خشبة حبشي. ها؟ الحكايه جد مش هزار. الله، مين فينا اللي بيهزر؟ حضرتك دخلت هنا ازاي؟ وعايز ايه؟ طب مش تسأل الاول تعرفني ازاي وما تعرفنيش؟ حضرتك مين؟ لا مؤاخذة يعني. انا فريد الغطريفي. نعم. فريد الغطريفي مين؟ فريد الغطريفي ابن الغطريفي بيه اللي حضرتك منتحل شخصيته. هو حضرتك عبيط ولا شكلك كده؟ هي دي الحقيقة، وفجأة وانا في اوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلهف ثروة ابويا بعد ما شركائك اوهموك اني مت. ايه رايح فين؟ لا ولا حاجة، بس هكلم واحد صاحبي اسمه عبد الجواد، هو واخواته. لا الموضوع ده يهمني انا وانت. انت اللي استوليت على ثروة ابويا، فالحساب يبقى بيني وبينك انت. ابوك مين؟ انا فريد الغطريفي. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه؟ عايز الفلوس 6 مليون جنيه. طيب ثانية واحدة اروح اعبيهم لك في الشنطة واجيبهم لك، ولا اقول لك اسمع، انا اكلم عبد الجواد عشان برضه يجيب الفلوس بتاعته ونعبيهم في شنط وتشيل. شوف اسمع، انا مش عايز طريقة، انا هكون عملي معاك. ثروة ابويا كاملة انا مش عايزها، وبدل ما نخش في تحقيق ونيابة انا يكفيني مليون جنيه والباقي حلال عشان. لا ما بدهاش بقى. ايه هتكلم مين؟ هكلم البوليس يجي يحكم ما بيني وبينك. حقيقي اللي اختشوا ماتوا. انا برضه اللي اختشوا ماتوا. انت نصاب، بس نصاب عبيط.
لو كنت انت فريد الغطريفي زي ما بتقول ما كنتش طلبت مليون جنيه بس. انما اتضح انك انت عبيط جديد في الصنعه. يعني مش عايز تتفاهم بالذوق. يا ابني انا فريد الغطريفي ابن الغطريف الله يرحمه. مفيش قوه في الدنيا تثبت عكس كده. تيجي انت بمنتهى البساطه و اتفضل مع السلامه، بدل ما اجيب لك البوليس هو اللي يخرجك. كده اهو. انا ماشي ومديك 24 ساعه تفكر. اذا ما كنتش هتعقل انا هعقلك. انا هدفعك الثمن غالي، هخليك تندم طول حياتك. ومفيش سلام عليكم. السلام عليكم. مفيش عليكم السلام. عقبال عوضك ان شاء الله. عقبال عندكم جميعا. سميع عوض. يلا يا بنتي احنا هنسيب الناس قاعدين وانت قاعده هنا لوحدك. اسمعي ابتسمي. في واحده يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده شبرقت. ما انا مبتسمه اهو ياما. يمكن كنت مستنيه المنيل على عينه العمر كله. ما خلاص ياما وافقت لكم على العريس المدهول بتاعكم، لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. اها. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه الواحد يقرا احسن الاول. انا اقرا الاول. البائع البائع. ايه ده يا عبد الجواد؟ 300,000 جنيه عند التوقيع مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع. انا العمليه دي مش مطمن لها، شكلها كده نصبه، وصاحب البيت شكله نصاب، وانت كمان نصاب، ويلا انت وهو من هنا. يلا يا حبيبي، يلا يا اخويا بلاش مفيش شاي كمان، قوم انت وهو من هنا، قوم يا حراميه. يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا اخويا، يلا ما تتنحش معايا. انت رايح فين؟ ما تتنحش. يلا اتفضلوا مع السلامه، يلا مستنيين ايه؟ الاستاذ فريد الغطريفي. انا فريد الغطريفي. حضرتك الاستاذ فريد الغطريفي؟ ايوه انا الاستاذ فريد الغطريفي. طب اتفضل معنا حضرتك. اتفضل معاكم فين؟ خير؟ معايا امر بالقبض عليه. بالقبض عليا انا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم انت رخ، استنى لما نشوف ايه الحكايه. في ايه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ لو سمحت اتفضل معنا. نيابه ايه يا عبد الجواد؟ انت مش شايف حاجه ساعه ليه طيب؟ نيابه ايه؟ راح فين؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. ايه يا عبد الجواد؟ انت ما انتش جاي ولا ايه؟ هحصلك على النيابه. هتحصلنا على فين؟ النيابه. محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. يا سيدي استنى لما نشوف المصيبه الاول وبعدين يبقى اقول. محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. اتفضل. حضرتك الاستاذ فريد الغطريفي؟ ايوه طبعا فريد الغطريفي. افتح المحضر. معاك بطاقه؟ طبعا معايا بطاقه، همشي من غير بطاقه يعني. وبالاطلاع على البطاقه اتضح انه المطلوب فعلا هو اسمه فريد ابراهيم الغطريفي، المواليد الاسكندريه قسم محرم بيه. وعلى هذا الاساس قررنا حبسه 4 ايام لحين. حبس 4 ايام؟ حبس 4 ايام ده ايه؟ يعني كده هو لا احم ولا دستور، مش هعرف ايه الحكايه الاول. جرى يا فريد 9 سنين نسيكوا اللي عملته ولا فاكرنا احنا نسينا؟ الله. تنسوا ايه وانسى ايه يعني؟ انا مش فاهم حاجه. في حكم غيابي صادر ضدك بالاعدام. اعدام؟